السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة بداية حياة مع لقاء جديد إن شاء الله. يؤسفني إن أنا اللي بشوفه النهاردة من جيش مصر، للأسف جيش مصر اللي بنطالبه إن هو يحمي الحدود بتاعتنا وإن هو يتدخل لحل المشاكل الداخلية بناء على تدخله هو من البداية. مش إحنا من البداية ما طلبناش تدخل الجيش، بناء على السلطة أو الحاكم هو اللي زج الجيش في سكة مش سكته أساسا، في صراع مع الشعب. إحنا دلوقتي بقينا الجيش مع الشعب، يعني البلد اتقسمت نصين، كشعب اتقسم نصين. واقفين دلوقتي على الفضائيات وعلى السوشيال ميديا بنخون بعضينا وبنتهم بعضينا بالعماله وبالخيانه العظمى. اتقسم الجيش، اتقسم الشعب. الدور بقى على الجيش، وهو المطلوب اثباته، هو المطلوب الوصول اليه، ان الجيش يتدمر. الجيش المصري من اقوى جيوش العالم، يتدمر ازاي؟ يتدمر ذاتيا كده، يدمر نفسه بنفسه واولاده. ما هو الجيش ده عباره عن ولادنا، ولاده هم اللي يدمروه، يقف قصادهم. ليه مصرين؟ ليه المجلس العسكري مش راضي يتدخل ويحل المشكله اللي احنا فيها ديت يا جماعه؟ لان الشعب محتقن، في جزء كبير جدا من الشعب في حاله احتقان من اللي حاصل، من السياسه اللي حاصله ومن الاقتصاد المتدهور بتاع البلد. ده غير الامور السياسيه اللي مش عايزين نتكلم فيها طبعا عشان اليوتيوب. للاسف اليوتيوب منزل دلوقتي شويه قيود. لو جبنا سيره السكه دهيات طبعا ممكن تتقفل القناه، وانا الحمد لله انا عايزه القناه تستمر. احنا لسه في بدايتنا، عايزينها تستمر عشان تبقى منبر لينا ان احنا نتكلم في كلمه الحج مش اكتر، مش قصه ربح او مش ربح. يعني انا احتياجي للقناه عشان خاطر ان انا تكون منبر ان انا اتكلم فيه واوصل صوتي لمن يعنيه الامر. الجيش مصر ليه ان هو يدمر ولادنا؟ ليه بتدخلوا ليه في امور سياسيه احنا في غنى عنها؟ هل لو احنا قمنا دلوقتي بتقسيم مصر دي وبيعها قطعه للدول العربيه، هل هيكفي المديونيه اللي على مصر؟ هل ده هيكفي المديونيه اللي على مصر؟ هل هيسد ديون مصر؟ استحاله طبعا. يبقى ايه لازمتها ان نخش في مواضيع فرعيه ملهاش اي 60 لازمه؟ الجيش يهدر ولاده ويهدر قوته وطاقته بدل ما يحمي الحدود. يا جماعه الحدود بتاعتنا الجنوبيه، انا سمعت اقسم بالله العظيم فيديوهات من الاثيوبيين ومن السودانيين، اقسم بالله العظيم لا تقوم عليها حرب. الوقت احنا بالنسبه للاخوه السودانيين احنا دلوقتي اعداء. يعني لما يطلع واحد مسؤول سوداني ما اعرفش او تقريبا انه تبع القوات الدعم، مش تبع الجيش يعني، بس هو يعتبر مسؤول. لما يقول احنا بنتعامل مع مصر من هنا ورايح ان هم اعداء، مفيش حبه فول سوداني ما اعرفش، مفيش حته لحمه تطلع، ويعتبر خيانه عظمى اللي يصدر اي حاجه لمصر. ده ناحيه السودانيين. الاثيوبيين طالعين برضو بيهددوا ويقولوا احنا عايزينكم بس تتجرؤوا وتجربوا احنا عايزينكم تتجرؤوا وتعملوا اي حاجه ناحيه السد عشان نهيج عليكم الشعب الاثيوبي المتعاطف معاكم. وواحد طالع مختل عقليا بيطبل لسيسي على الفضل وعلى المال اسمه جون المصري على اليوتيوب، يقول اصل دول ما بيترعش، دول مرعوبين بيترعبوا منك من ايام السادات، عشان كان في قوه عظمى. كانت مصر دي في المنطقه قوه عظمى، كانت الدنيا. دلوقتي تحت الجزم، مصر بتداس تحت الجزم من الحكم السيء، من الاهانات اللي تعرضت لها مصر، من الحاجات اللي تعرضت لها مصر. دولة ايه اللي تعمل لنا حساب؟ 100 حرب مفتوحه علينا من الشرق ومن الغرب ومن هنا ومن هنا، والجيش مصر برضه يدخل برضه في سيناء. يعني انتوا بتعيدوا نفس قصه الوراك تاني، برضه بتعملوا ارهاب تاني برضه، وبتقفوا في اقتصاد الشعب. ما تشوفوا حدودكم، امنوا حدودكم الاول، بعد كده تتكلموا في القصه دي. ما تشيلوا الطين اللي جبتوه لنا، شيلوه. ما يمشي حاكم ويجي 1000 بداله. وتحيا مصر مليون مره، تحيا مصر مليون مره، وتحيا مصر بجيشها وبشعبها. ايه بلد من غير شعب؟ ملهاش اي 60 لازمه، وشعب من غير وطن ملهوش 60 لازمه. ده المقصود يا جماعه، فوق الوجه الله، فوقوا شويه، فوق الوجه الله. المقصود تدمير جيش مصر، مش هو المقصود المره دي. ليه مصرين ومتمسكين بالسيسي؟ ليه يا جماعه؟ واحد فشل، يعني فشل امنيا وفشل اقتصاديا، متمسكين بليه تاني؟ ماسكين ناس يمنا تقول ده جاسوس وده عميل. وانا والله انا بصراحه كنت مستبعده النقطه دي، بس ليه؟ طب تعالى نقيس على الواقع فعلا. احنا يعني على سبيل المثال، يعني لو اي حد من الاخوه المسيحيين دخل مثلا الاسلام، دخل الله وحبا لله ورسوله، بس بقى انتمائه ده مش انتمائه داخليا، في حته عاطفه ناحيه اخواته او امه او ابوه او اهله او عيلته او بلده. ده طبيعي، واللي يقول غير كده يبقى كذاب. طب ما وارد فعلا ممكن يكون ده جاسوس وعميل فعلا وبيراعي اخواله زي ما الناس بتقول فعلا. انا والله مش متاكده فعلا من النقطه دي، ما اقدرش اجزم فيها. بس ليه؟ طب ما ليه يا شعب مصر؟ ليه ما تحطوش؟ مش في جواسيس؟ يعني احنا رأفت الهجان ده وجمعه الشوال ده مش اتزرعوا في اسرائيل
لعشرات السنين ووصلوا لمناصب ريادية في الدولة. رأفت الهجان ده مش وصل للكنيسة الإسرائيلي وكان ماسك فيه منصب؟ مش كان في جاسوس قبل كده في سوريا وصل رئاسة الجمهورية؟ ليه ما يكونش فعلا؟ طب ما نحط النقطة دي تحت، نحط كده في البلاك ليست كده ونشوف، يبقى كده في تحت التركيز كده نشوف الموضوع ده ايه الكلام اللي بيتقال ده. لكن انتوا ايه اهميتكم دلوقتي يا جيش مصر؟ بتعملوا ايه؟ قاعدين بتعملوا في مشاريع. ولادنا اللي رايحين بدل ما يتدربوا عشان يواجهوا العدو بتشغلوهم في المزارع بتاعه الجيش وفي المحطات بتاعه البنزين انا بحزن والله لما بعدي على كارته مثلا بعربيه واشوف الولاد اللي شغالين، طبعا شغالين دول مجاني في المصانع بتاعه الجيش، مجاني مش مشكله، في خدمه الشعب وخدمه الوطن مش مشكله، بس دي مش مهمتكم الاساسيه. اوكي ماشي، ادخلوا في الاقتصاد عشان تقووا وتدعموا الجيش بتاعكم ماديا، ماشي، بس ما يبقاش ده الاساس اقتصاد. سيبوا الاقتصاد لاصحاب الاقتصاد، سيبوه للمستثمرين اللي طفشوا وسابوا بلدنا ومشيوا. البلد خربت من كل حته، ويطلع شويه هلافيت يتكلموا يقولوا ان احنا خونه وان احنا عملاء والبلد كويسه. بقى بلد ايه يا اولاد؟ 66 زفت على راسكم. بلد ايه اللي كويسه؟ الناس اللي مش لاقيه تاكل، الغلا اللي في كل. انت يا سيدي ولو اتكلمنا على الخوانه والعماله والسفن اللي بتعدي كل يوم والتاني للبعد اللي ما يتسموش، مش عايزين نسميهم عشان اليوتيوب يعني ما يزعلش مننا، يعني اللي ما يتسموش دول. انا مش والله انا مستغربه اللي يبيع شعبه ويقتل شعبه ويسجن شعبه وعادي. انتوا منتظرين ايه يعني من لا مستغربين ليه يا جماعه يعني؟ والدنيا جامت وجرت عشان ايه؟ دي السفينه دي اللي عدت عشان كان له سبوت عليها وكان في رقابه عليها وفي تتبع عليها، لكن في اكيد مليون سفينه عدت قبل كده. ده ممكن سفينه مصريه تطلع من مصر نفسها تروح لهم، ممكن تروح لهم لغايه عندهم. اللي هو واحنا ايام السادات لما طلع في وسط الكنيسة وفي وسط اسرائيل وحط رجل على رجله بيهدد ومش همه، ولا احنا ايام مبارك ولا وطالعين يقولوا انت مبارك وعمل وسوى وخلى. انا بأذكر كل انسان له ما له عليه ما عليه. حسني مبارك رغم اختلافنا معاه بس كان ليه مواقف وطنيه تضحك، ايه المشكله يعني؟ ده اكبر دليل كان له ما له عليه ما عليه، رجل وطني وحرر مصر. عايزين انافق يعني؟ عايزين انافق واقول لكم ان الدنيا ورد والحياه لا، الدنيا مش ورد والحياه مش حلوه. في مشاكل في مصر كتيره جدا 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 جدا. ولما قلت لكم ان السيسي لا يملك رفاهيه ان هو يتكلم على البنك دي، يعني انا مش عارفه والله كان فين مخه ده يعني وهو بيعقد الاتفاقيه بتاعه القروض دي. يعني بنك بيقول لي بيذلني، متعمد ان هو يذلني وبيحط لي شروط، عوم الجنيه وما اعرفش وحرر الدعم وما اعرفش هو يعمل ايه في الجيش. ايه ازاي اكبر ده كده؟ دي عماله واضحه اهي للجيش اهي، ده بلاغ للجيش اهو، دي عماله واضحه اهي. هو في حد في انسان طبيعي في الدنيا يقبل بشروط زي دي بتدمر الشعب؟ الا اذا كنت انت فعلا بقى جاي فعلا باجنده وبتدمر فعلا شعبك وقصد انك انت تدمر الشعب المصري. فينك بقى يا جيش بقى؟ يا جيش مصر اغسل ايدك من العار اللي هيلازمك مدى الحياه. جيش مصر اللي كنا بنفتخر بيه وما زلنا نفتخر بيه، اغسل ايدك، ما تشتركش في جريمه الاباده الجماعيه شعب كل ذنبه ان هو كان كبش فدا المنطقه كلها، كل ذنبه ان هو كان كبش الفدا. مش هو المقصود، دي مش مشكله دوله. اكرر للبهائم اللي ما بيفهموش، دي مش مشكله دوله، مش مشكله سياسيه دوله قصاد دوله، دي مشكله عقائديه. عقيده البعدة من النيل للفرات، يعني مش فلسطين بس، العراق وسوريا ولبنان وكل الدول العربيه المقصوده. بس اكلتم يوم اكل الثور الابيض، بداوا بالثور الابيض الضعيف، بعد كده نتاكل واحد وما شاء الله يعني مجندين العملاء بتوعهم وسطينا وما شاء الله هتتسلم مصر ان شاء الله على طبق من ورد. بس ساعتها يا جيش مصر الشعب مش هيغفر لك انك انت ضيعت البلد. شعب مصر مش هيغفر لكم ان كنتوا ضيعتوا البلد عشان خاطر واحد، عشان شخص يغول في 60 داهيه ويجي مليون بداله. مسكوا اللي انتوا عايزين، مش عايزينها التجربه الديمقراطيه اللي خربت البلد، مش عايزينها تاني. والاخوان ما فيش وجود للاخوان اصلا، مش هنضحك على بعضنا، بطلوا الفزاعين بقى الناس الاخوان. طب ده انا كده بقى ارفع القبعه للاخوان اللي هم بالسيطره دي مسجونين ولسه مقصرين فيكم بره وتقولوا ده اخوان وده علان وده خلان وده حركات اخوان ودي ذيول اخوان، ارفع لهم القبعه. ناس محبوسه مقيده لها 15 سنه و14 سنه ولسه بتتهموهم برضو. شوفوا لكم حجه بقى بدل اللي المسخه اللي انتم ماسكينها بوجوكم دي ما ترقعوا بيها كل شويه دي. شوفوا لكم حجه ثانيه، شوفوا لكم حجه. بطلوا تبرروا العماله والخيانه، بطلوا تبرروها يا شعب مصر.
واللي بيصعب عليها الناس الغلبانه كمان، يعني يمكن الناس المنتفعه ان كان رجال اعمال ولا ان كان رجال الدوله منتفعين من وجود السيسي دلوقتي، لكن في شويه ناس قسما بالله العظيم لاقين ياكلوا سوريين برضه طالعين يطبلوا ويزمروا برضه، واحنا البلد كويسه يا جماعه، واحنا احسن من غيرنا في الله يوكسكم كمان وكمان. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا رب نبرأ اليك من الدم اللي سال في مصر وفي اي دوله عربيه يا رب. انت اللي اعلم بينا وبحالنا يا رب، وانت اللي تقدر تنجينا. انتهت اسباب الارض، لم يتبقى الا اسباب السماء يا رب. انت اللي تنجينا من القوم الظالمين يا رب العالمين يا رب. نبرأ اليك يا رب من الدم اللي سال يا رب.